السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم أمير فاروق، ولسه مكملين سلسلة التكنولوجي توك توبكس. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على مهارات لازم تكون عندنا في المقابلات أو في الانترفيوز بتاعتنا، والنهاردة هنستكمل الموضوع ده مع بعض. النهاردة عايزين نتكلم في موضوع مهم جدا. احنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على الشهادات اللي انت المفروض تكون معاك وانت رايح أي انترفيو وانت رايح أي مقابلة. النهاردة عايزين نستكمل الموضوع ده، وهو الانترفيو بتاعك او المقابله اللي انت رايح بيها للشغل. في شغل البروجرامينج وفي شغل الويب في مهارات اساسيه لازم تكون عندك، منها مهاره محدش مهتم بيها كتير جدا 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 من المبرمجين، والحقيقه ان دي بتبقى واحد من اهم الاسباب اللي بتخلي اي شركه ترفضك. ايه هي بقى؟ ما بعرفش اكتب كود؟ لا. مش شاطر قوي في الكود بتاعي؟ برضو لا. عندي اخطاء كتير في الكود؟ برضو لا. امال ايه السبب القوي اللي يخلي شركات البرمجة ترفض ان هي تشغلني معاها؟ في حاجة وانت بتكتب البروجرامينج لانجوج او انت بتكتب لغة البرمجة بتاعتك، وهي ان لازم الكود بتاعك يبقى فيه ميزة مهمة قوي كده اسمها readable code. يعني ايه كلمة readable code؟ يعني الكود بتاعك يكون مقروء. يعني ايه مقروء؟ يعني وانت بتكتب لغة البرمجة المسميات بتاعتك تبقى واضحة، كتابتك للكود يبقى فيها documentation، يبقى فيها comments انت كاتبها بتوثق اللي انت كاتبه ده. ودي هتفرق معاهم في ايه يا باشمهندس؟ هتفرق معاهم ان انت في شركة البرمجة انت ما بتشتغلش لوحدك، انت بتشتغل في تيم، وطالما بتشتغل في تيم يبقى كلكم شغالين مع بعض على نفس السكريبت، كلكم شغالين على نفس الصفحة او البروجكت او ايا كان المشروع اللي انتوا شغالين فيه. فلو انت الكود بتاعك مش ريدابل محدش هيعرف يكمل وراك، محدش هيعرف يشتغل على الشغل بتاعك. لو انت الكود بتاعك مش ريدابل، حتى لو انت شغال في بروجكت صغير لوحدك، سبت الشركة ومشيت وحد جه عميل وعايز يعمل ابديت في البروجكت ده، محدش هيعرف يعمل ابديت على البروجكت بتاعك لانك محدش فاهم انت كاتب ايه اصلا. وبالتالي ميزة مهمة جدا 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 في كتابة الكود ان لازم الكود بتاع حضرتك يبقى حاجة اسمها readable زي ما قلنا. يبقى الكود بتاعي لازم يكون مقروء، الكود بتاعي لازم لما حد يقدر يشوفه يفهمه ويقدر يكمل شغل ورايا. دي من اهم المهارات اللي ناس كتير قوي ما تعرفهاش، وللأسف واحد او واحدة من اهم اسباب رفضك في اي انترفيو او اي مقابلة انت رايح علشان تشتغل في اي شركة برمجة. شكرا جدا ليكم. اتمنى يكون الفيديو النهاردة كان مفيد لناس كتير. لو في اي تعليق عندكم او اي سؤال او اي حاجة عايزين تستفسروا عنها اكتبوا لي ده في الكومنتس، وانا دايما موجود علشان ارد على كل استفساراتكم. لسه هنكمل سلسلة المهارات اللي لازم تكون عارفها وانت رايح تعمل اي انترفيو. تابعوا معانا السلسلة دي، اتمنى ان هي تكون مفيدة بالنسبة لكم. وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب علشان المحتوى بتاعنا يوصل لأكبر قدر ممكن من المتابعين. كنت أنا معاكم أمير فاروق، شكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.